بعد الهزيمة المؤسفة اللي تعرض ليها النادي الأهلي أمام فريق سان داونز ب5 أهداف مقابل 0 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم، تعرض مدرب النادي الأهلي لاسارتي لهجوم شديد من الجماهير ومن جميع محبي النادي الأهلي، واللي طلع بتصريح بعد المباراة وقال: قدمنا مباراة سيئة اليوم وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الأمور، وإنه محرج جدا من جماهير الأهلي وإن الشغل الفترة القادمة هيكون أكتر من الكلام. وصرح بعدها النجم وائل جمعة إنه الهزيمة عار على مدرب، وإنه هيتم إقالته بعد الهزيمة الثقيلة، وإنه صعب تعيش في النادي الأهلي من غير مكسب، وإن الجمهور مش هيقبل بالهزيمة دي. وكمان كتب النجم محمد زيدان عبر صفحته على الفيسبوك كنوع من أنواع التحفيز للاعبين وقال: دايما الأمل موجود حتى لو 1%، الأهلي دايما معودنا على كده والتاريخ شاهد. واقترح إنه يتم لعب مباراة العودة على ملعب الماكس أو المقاولين، علشان هيكون أضيق من ملعب برج العرب الواسع واللي هيساعد الفريق المنافس بسرعته. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة، وياريت تقولولي إيه توقعاتكم لمصير المدير الفني ونتيجة العودة في مصر إن شاء الله.